السلام عليكم. طبعا كما نعلم النظام كرتون نتورك للكلاسيكيات في ميعاد بيجي فيه كرتون كلاسيكي، ولما يقعد لمدة كده ويخلص يجيبوا بداله كرتون كلاسيكي تاني. فما تستغربش لما تلاقي عندي في القناة عودة كذا وعودة كذا وعودة كذا. لكن الغريب النهاردة ان عودة كرتون ولاد الجيران. طبعا ده شيء قوي جدا، ولكن مش هنا الغريب. لا، الغريب في ان بعد اولاد الجيران جه ديكستر، اللي هو كلاسيكيين ورا بعض. اللي انا بتمناه بيبدأ يتحقق ان الكرتونات الكلاسيكية كلها تيجي في القناة. يعني ما يجيش كرتون واحد بس، وده شيء كويس ولكن شيء كويس اكتر ان هو يجي اكتر من كرتون كلاسيكي في القناة. ولكن حاليا احنا بنتكلم على عودة كرتون ولاد الجيران. طبعا ما شفتش في حياتي كرتون ولاد الجيران، ولكن بسمع طبعا على مدى روعته. وانا شفت النهارده شيء رائع جدا. هقول لكم، الكرتون ده فيه ميزة جميلة جدا، ان هو كرتون اكشن وفي نفس الوقت فيه شوية كوميديا، وده شيء رائع. احداثه بيقدروا ينظموا الاحداث كويس، يبنوا قصة الحلقة، يبنوا الاحداث كويس. الكرتون الصراحة عجبني جدا، وده انطباع من اول حلقتين، فاربع حلقات اسف. فان شاء الله اللي جاي نشوف بقى كرتون، ونشوف بقى الكرتون، نشوف اكتر مميزاته، وهل رأينا هيفضل زي ما هو ولا لا. ان شاء الله نشوف. حس الشباب كان يذكر الشيء لايك شير سبسكرايب وتفعيل الاشعارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو قادم، مع السلامة.